الخضة اللي بتتخضوها لما بتشوفوني منزلة وصفات عادية زي الرواني والرز المعمر، الحاجات الطبيعية العادية اللي احنا كلنا بناكلها دي، والكومنتس تبقى كلها عبارة عن ايه؟ والدايت، الدايت يا دودو، ده ينفع في الدايت؟ هو ده انت عاملة دايت؟ ايه يا جماعة، انتوا مش مصدقيني؟ انتوا مش مصدقيني صح؟ طب مش انتوا شفتوا صوري قبل كده؟ مش انا كنت تخينة وخسيت؟ طب يعني انا ما ضحكتش عليكم خالص. طيب خلينا نبتدي من اول نقطة كده، هو الدايت ده اسلوب حياة؟ انهي دايت اللي اسلوب حياه؟ عشان انا الكلمه دي عقدتني في الدايت لسنين. كنت بسمع ناس كتيره قوي بتتكلم عن الدايت وتقول ان الدايت ده مش اختيار، ده اجبار كده، اللي هو احنا كلنا لازم نمشي عليه، احنا كلنا لازم نعمل دايت وده يبقى اسلوب حياه. انا كنت بخاف بقى، يعني اللي هو ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي اسلوب حياه ده؟ ازاي يعني انا هبقى اسلوب حياتي الدايت اللي هو بالورقه ده، واقعد بقى اكل 2 بيضه، ربع رغيف، قطعه جبنه، 100 جرام، 70 جرام، ايه ده؟ مش اسلوب حياتي، انا اسفه جدا. فلما كنت بحس ان هم هيحرمونا من الاكل طول حياتنا، ما كنت مبطله موضوع الدايت ده لسنين. قلت لا لا لا، انا ماليش فيه، انا ما بحبش الحاجات دي، انا ما اعرفش امشي على ورقه وقلم. وايه اسلوب حياه ده؟ يعني انا هقعد بقى ابقى لازم عايشه على كده وما اعرفش ارجع تاني اكل الحاجات اللي بحبها؟ لا انا اسفه. لحد ما سمعت دكتور بيقول لا، هو مش اسلوب حياه، هو في الاول بس مرحله تنقلك لمرحله تانية، انت نفسك بعدها هتكون خلاص اتغيرت. فبالتالي هتكون انت مش انت، يعني مستحيل هتكون بتاكل نفس كمية الرز اللي كنت بتاكلها قبل كده، مستحيل هتكون بتاكل كل كمية المكرونة والحلويات والشوكليتس والبسبوسة والكنافة والشرقي والغربي اللي كنت بتاكله قبل كده. فالطبيعي ان انت نفسك مش هتبقى انت نفس الشخص اللي كان قبل الدايت. فموضوع انه اسلوب حياة ده، لا هو مش اسلوب حياه. انا جايه لكم من المستقبل وبقول لكم لا، هو مش اسلوب حياه. ابتديت الدايت بتاعي وهو نشويات اقل، دايت نشويات اقل نشويات، قللت النشويات، لكن ما حرمتش من نفسي من حاجه. انا عملت دايت بدون حرمان، قللت نشويات، فبالتالي ينفع اكمل حياتي كده عادي، وده اللي يبقى اسمه اسلوب حياه. ساعات بقى دلوقتي انا وصلت الوزن تمام جدا، فبعمل ايه؟ فدلوقتي مثلا انا ماشيه على نظام اسمه يوم ويوم لا. يوم انا واخده بالي كويس جدا من الكالوريز بتاعتي، من السعرات الحراريه، واخده بالي كويس مش اكتر، واخده بالي مركزه. ويوم تاني سامحه لنفسي باي حاجه انا بحبها، اكله حلوه، عملت محشي اكلت، عملت اشتريت حاجه حلوه اكلت منها، نفسي في بسبوسه اوكي وخلاص. فبعد وقت، لا طبعا مش اسلوب حياه. هو ايه اللي اسلوب حياه اللي كل يوم هعمل كده؟ مبدئيا شيلوا من افكاركم فكره ان انا هعمل دايت لازم يبقى عندي سكيمد ميلك ولبن خالي الدسم ونص دسم. باللبن بتاع البيت اللي بتغلوه اللي بتشتروه، باي اللي موجود في البيت يا جماعه، بالعيش البلدي، هو الربع رغيف والنص رغيف بتوعك. ما تحمليش نفسك فوق طاقتك. فعايزين نخرج بره فكره ان انا لازم يبقى عندي مشتريات للدايت، وانه اللبن الكامل الدسم ده بيتخن، وان انا لازم اشتري جبنه قريش، ولازم اخد الزبادي لايت ليه يا جماعه؟ ليه الدهون دي مهمه جدا جدا كمان، وعلى فكره مش بالشكل اللي انتوا فاكرينه، ومش بتخن بالطريقه اللي انتوا فاكرينها. المقلي والعيش اسوا، السكر اسوا، فملكوش دعوه خالص بشويه الدهون العبيطه اللي موجوده في علبه الزبادي وكوبايه اللبن دي ابدا. ف ناس كتيرة قوي كانت حتى بتسألني هو انتي بتفطري ايه؟ انا كنت بفطر البيض، وكنت بفطر الجبنة القريش، كنت بفطر اي نوع جبنة موجودة عندي في التلاجة اللي هي جبنة بيضة، يعني عشان انا بحب الجبنة البيضة. كنت بحب ربع رغيف البلدي او التوستية. كنت بحب الفول، كان بيلكمني قوي وكان بيقعد معايا كده طول النهار، واحس ان انا يعني على اخري، كان لذيذ قوي. ساعات كتيره كنت بسلق البيض واحط البيضه على شويه الفول كده، ومعاهم الربع رغيف وشويه جرجير وشويه طماطم وكده، احس ان انا بقى عندي حفله، وممكن حته جبنه صغيره، واقعد بقى اعمل حفله الفطار دي لنفسي عادي جدا. فكان بيبقى فطار ملكم قوي.
الزبادي ممكن ادخله في الفطار لو عايزه اغير جو يعني، او بشرب رايب. على فكره الزبادي والرايب كمان مهمين قوي في الدايت. حطوا الزبادي والرايب، وخصوصا الناس اللي عندها شراهه للحلويات. خدوا الزبادي والرايب كتير، خدوه مرتين في اليوم، هيفرق معاكم جدا في شراهه الحلويات دي. اللي بقى بيحب يفطر شوفان، اللي بيحب يفطر الشوفان مع الزبادي مع الفاكهه اوكي، بس دي ما كانتش يعني من احلى الوجبات بالنسبه لي. انا بحب الفطار التقليدي العادي وشاي بلبن واعيش حياتي.